ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن مشكله. كلب اسمه بحر بيعاني من مشكله كبيره جدا، مشكله في العظم ومشكله كمان في عماص العين، ويعني بالبلدي كده كلب دبلان. هنتكلم عنه النهارده، ما تفوتش فيديو، وعاوزين نوصل الفيديو ده ل 50 لايك. مستني تعليقكم جميل. يلا نكمل الفيديو. بص الكلب بيمشي ازاي. واساسا من ساعه ما حصل له الموضوع دوت هو بقت حركته قليله وبيقعد كتير. فلما دخلت عندك على الصفحه عرفت بقى ان هو ممكن يكون ليه انعزام او حاجه زي كده. بص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب الكورة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس مش معاك قناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغاة الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، رب تكونوا بخير. جاي لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا بحر زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهو. طبعا ده من بولاق الدكرور. طبعا صاحبه ملك الكلب محمد من الشخصيات المحترمه جدا، وهو شاب لسه صغير في منطلق العمر، بس شاب راجل بجد وجدع بجد. تواصل معانا وتمام، خدنا منه الكلب، وان شاء الله بامر زي ما انتم شايفين كده حاله الكلب يا جماعه. الكلب بيتمطوح وهو ماشي، ما بيقدرش ياكل كتير، وعنده عماص في العين، يعني بالبلدي كده كلب دبلان. كلب كده كان جرو صغير، هو حصل له المشاكل دي كلها زي ما انتم شايفين كده. الحركه بتاعته قليله جدا، واول ما بيتحرك حركتين بيقوم قاعد، وهو دي المشاكل بتاعته. وعنده مشكله ورا، كساح في رجله الاتنين من ورا، يعني ما بيقدرش يتحمل وما بيقدرش ياكل وما بيقدر، يعني كان كويس جدا. ومن ساعه ما طعمه التطعيم بتاعه وهو حصل له المشاكل، مجموعه المشاكل دي كلها. يا ريت يا جماعه تتابعوا حاله الكلب بحر، تمام؟ وان شاء الله بامر الله هيكون كويس جدا. تحياتي لمحمد اللي هو واثق فينا، ويا رب نكون عند حسن ظن ان شاء الله بامر الله. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، او حاله الجرو بحر ده يا جماعه عنده شهرين زي ما انتم شايفين كده، نحيف جدا، وبقى الحركه بتاعته قليله، وعنده كساح في رجله من ورا زي ما انتم شايفين، بيتحرك حركتين ويقوم قاعد. حبينا نصور لكم حاله الكلب بحر، وان شاء الله امر الله تستنوا التقدم وحاله الكلب بحر ان شاء الله امر الله معانا. وباذنك يا رب العلاجات والحاجات اللي احنا هنشتغل معاه بيها نقدر نكون عند حسن ظن محمد، وباذنك يا رب الكلب يتعالج ان شاء الله. تحياتي الجميع، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.